هادشي هذا اللي كيوقع في الدار البيضاء غيوقع في اي مدينه في المدن المغربيه. اسيدي حنا ما عندنا ما نديرو بالعوزه. بالنسبه للناس اللي ما عارفاش سيروا بحثوا واحد شويه، راه كاين واحد الحركه افريقيه كتامن على ان افريقيا للافارقه، وراه بدات هما عندهم اداره ديالهم في ميريكان وكيامنوا على ان افريقيا ما خصش يكون فيها العرب كاع، وبداو واحد المخطط طويل وخدامين عليه على واحد المده ديال 100 عام، انهم بغاو يستعمروا شمال افريقيا ويجريوا على العرب منها. المخطط بداو كيستعمروا المغرب غير بالفن، بداو كيستعمروا الجزائر، تخلطوا وزادوا اللي يشجعوهم هما الحكام ديالنا، حتى هما داخلين في اللعبه. هذه المساله هذه انتبهوا لها وسيروا بحثوا عليها شويه، قسما بالله الا كاين مخطط وكاين حركه افريقيه معروفه ومدعومه وكاين عندها داعمين حتى في الولايات المتحده الامريكيه اللي خدامه على هذا البروغرام هذا، بداو وغادي يكملوه. السلام عليكم. هذا الشيء هذا اللي كيوقع في الدار البيضاء ما كيبشرش بالخير. هذا الشيء هذا اللي كيوقع في الدار البيضاء غيوقع في اي مدينه في المدن المغربيه. اسيدي حنا ما عندنا ما نديرو بالعوزه. كنشدوا جلاله الملك محمد السادس وكذلك الحكومه المغربيه وكذلك السلطات الامنيه انها تقوم بترحيل هاد العوزه هادو لبلادهم. اش كنستافدوا منهم واش كيستافدوا منهم المغاربه؟ وراه بزاف هاد الناس هادو كتمولهم شي جهه، هاد الناس هادو باغيين ينوضوا الفتنه في البلاد، باغيين ينوضوا القره في البلاد، وبزاف هاد الشيء هذا. الساكنه في خطر، الناس في خطر، وليداتهم في خطر، بزاف هاد الشيء هذا بزاف. يا جلاله الملك محمد السادس، يا امير المؤمنين، يا اب الروحي ديالنا، يا العزيز يا الغالي، هاد العوزه هادو دخلتيهم لبلادك باش على اساس انك ترفدهم من الجوع ومن الهشاش ومن الفقر ومن التشرد ودير فيهم الخير. ولكن شفتي دابا شنو كيوقع؟ الناس كتشكى، كاين ترهيب بزاف، كاين الخوف بزاف، كاين الشغب بزاف. ولاو دابا كيضربوا حتى بالحجر، كيهرسوا الطوموبيلات ديال عباد الله، كيدخلوا للديول ديال عباد الله، كيختطفوا عباد الله، كيضربوا عباد الله، وبزاف على هاد العوازه هادو اللي جايين. شنو كيستافد منهم المغرب؟ وشنو كيستافد منهم المغاربه؟ شنو كيستافدوا منهم؟ اشنو كنستافدوا حنا منهم؟ حنا بلادنا بغيناها تكون نقيه. الحنانه الزايده المغاربه، الحنانه نتاعكم الزايده هذيك، كيجيكم الضيف تفرحوا به توكلوه وتشربوه. كاين حاجه، كاين ناس، نوع من الناس، فئه من الناس ما تستاهلش هذه الحنانه. كيما هاد الافارقه جاو عندكم وكلتوهم وتهليطوا فيهم وشربتوهم، ها بغاو يضربوا لكم مره في الدار البيضاء وبغاو يقتلوها، مواطنه مغربيه بغاو يقتلوها. هذا مثال في هذو ماهمش متربيين اخوتي، حيوانات ما يترباوش، دونك ما تستقبلوهمش في بلادكم، حاوزوهم من بلادكم. هذا مثال للمغرب. الجزائر كذلك نفس الشيء، الجزائريين تستقبلوهم يصدقوا عليهم ويمدوا لهم في الصوارد وتوقف في ستوب فروج يجي ينظف لك الطوموبيل محتم عليك باش تمدلو، ما تمدوا لهمش اخاوتي. راهم الصوارد هذوك يلموا بهم رواحهم، قادرين يشريو بهم حتى السلاح. سمعنا مؤخرا نزوح ديال الافارقه اللي دخلوا شمال افريقيا زعما بحجه على انهم هم السكان الاصليين لهذه المناطق وراهم باغيين يحرروا زعما هذه المناطق، وشفنا التهجم ديالهم على البشر وكيقولوها بكل فصاحه امام الكاميرا امام الناس على انهم هم الاصليين في هذه المناطق، وبلي الناس اللي ساكنه تما ماشي هما الاصليين، يعني باغيين بحال اللي باغيين يجريو موراهم. واسمو استنتجت انا مور هذا الشيء على ان هاد الناس هادو ناس متشردين، يعني ناس يعني الميزيريه فرنسا كلات فيهم، وكاين واحد الحركه مور هذا الشيء اللي كتدفع بهم على انهم انسان ما خسر والو. كاين ناس في الزنقه ما عنده ما ياكل كيدفعوا بهم، كاين واحد الحركه كتدفع بهم، يعني ممكن يكون 10 الناس كيدفعوا في هاد الالاف ديال البشر تجاه شمال افريقيا. هنا غادي نشوفوا رده الفعل ديال هاد الحكومات ديال هاد الدول العربيه، وغادي نشوفوا كيفاش غادي يديروا يعني يواجهوا هاد النزوح ديال هاد الافارقه. واش غادي يزيروا في الحدود، واش غادي يقدموا لنا يبينوا لنا على انهم قادرين باش يوقفوا ضد هاد الحركه. ممكن تكون يعني منظمه شي ما تعرفش، كاينين شي جهات معينه كيدفعوا كيبغوا يديروا البلبله في الدول، يعني ممكن باغيين يديروا شي حرب اهليه ما عرفناش. يعني هنا غادي نشوفوا هاد الحكماء كيفاش غادي يديروا يتحركوا، واش هما اللي عندهم الروبيني اللي تيتحكموا، ولا كاين واحد الفئه اخرى كيسكتوا لهم فمو كيقول لهم صبروا خليهم ينوضوا البلبله باش يوصلوا للمبتغى ديالهم. بالنسبه للناس اللي ما عارفاش سيروا بحثوا واحد شويه، راه كاين واحد الحركه افريقيه كتامن على ان افريقيا للافارقه، وراه بدات هما عندهم اداره ديالهم في ميريكان وكيامنوا على ان افريقيا ما خصش يكون فيها العرب كاع، وبداو واحد المخطط طويل وخدامين عليه على واحد المده ديال 100 عام، انهم بغاو يستعمروا شمال افريقيا ويجريوا على العرب منها. المخطط
راه بداو كيستعمروا المغرب غير بالفن، بداو كيستعمروا الجزائر، تخلطوا وزادوا اللي يشجعوهم هما الحكام ديالنا، حتى هما داخلين في اللعبه. هاد المساله هادي انتبهوا لها وسيروا بحثوا عليها شويه، قسما بالله الا كاين مخطط وكاين حركه افريقيه معروفه ومدعومه وكاين عندها داعمين حتى في الولايات المتحده الامريكيه اللي خدامه على هذا البروغرام هذا، بداو وغادي يكملوه. تحياتي.